هذا الفيديو طويل قليلا ولكنه مهم جدا لطلاب الجامعات، مهم جدا لفهم كيف تتحول الجامعة وانتخاباتها إلى صورة شديدة الكثافة بالرموز والتعبيرات التي تشكل لا هويتنا فقط بل واقعنا السياسي كله، وكيف أن بعض الجهات تتلاعب بصورة هذا الواقع وتتدخل لتزييف وعي الناس. يوم الخميس الماضي انتهى تسجيل القوائم لانتخابات الجامعة الأردنية التي قاطعتها 4 كتل طلابية من أصل 5 نتيجة تلاعب إدارة الجامعة بقانون الانتخاب وتخصيص 18% من عدد المقاعد لتقوم إدارة الجامعة بتعيينهم بشكل مباشر. بدأنا نرى من يقول أن العشائر ستكتسح الانتخابات وأن السبب في ذلك أن الكتل الطلابية لم تستطع المنافسة ولم تستطع تقديم خطابات تتقبلها المكونات الاجتماعية المختلفة، وبالتالي فإن الكتل العشائرية ستكون هي الأقدر على حصد الأصوات. أود أن أقول أولا أن العشائرية ليست عيبا ولا إشكالا، بل إن الإشكال هو عندما تتحول العشيرة من إطار اجتماعي تكافلي يجمع أهل الدم الواحد في أفراحهم وأتراحهم ويشكل رابطة تكافلية بينهم، تتحول إلى إطار سياسي يجعل منها وسيلة من وسائل التنافس على التمثيل في مؤسسات الدولة. الجامعة هي مجتمع مصغر، هذه هي المرحلة الأولى التي تخرج فيها من مدينتك ومن منطقتك ومن مدرستك التي تضم أناسا يشبهونك اجتماعيا كلهم أبناء قريتك أو أبناء منطقتك إلى تجربة جديدة مختلفة ومكثفة. تلتقي في هذه التجربة أناسا من خلفيات ثقافية مختلفة وطبقات اجتماعية مختلفة وأديان مختلفة، ثم تبدأ خلالها ببناء طرق للتعامل مع كل هذا التعقيد، وبالتالي فهي من أهم المراحل التي تنضج شخصيتك وتشكل الوعي الاجتماعي والسياسي لدى الإنسان. أضف إلى ذلك أن البيئة التي تعيش فيها وتقضي فيها 4 سنوات من عمرك في معظم التخصصات ستترك أثرا، شعرت أم لم تشعر، أردت أم لم ترد، في تكوين شخصيتك وانطباعاتك عن الحياة العامة. وبالتالي فإن هناك عدة جهات ستتنافس على تشكيل وعيك داخل الجامعة. ستجد العديد من الكتل الطلابية التي تحمل كل منها برنامجا محددا وأفكارا مختلفة عن شكل الدولة والمجتمع وعن طبيعة العلاقة التي يجب أن تربطنا بالقضايا العربية والإسلامية، أفكار تتداخل بشكل مباشر مع المجتمع وهويته. المفارقة أنه بينما ستعمل كثير من الكتل الطلابية على محاولة إنتاج هويات جامعة، ستجد أن بعض الأطراف مهتمة جدا باستثمار مرحلة الجامعة لتعزيز الهويات الفرعية، والانتخابات هي إحدى أهم المواسم التي يتم استعمالها. جهات ستفتح المجال للتسامح والعفو عن المتسببين للمشاجرات حتى ولو أدت مشاجراتهم إلى إيقاع ضرر بالمكان والإنسان، كما حدث في مشاجرة الجامعة الأردنية الأخيرة، وستشهد حملات إعلامية للعفو عنهم وتراجع عن فصلهم. وقد يتم التغاضي في كثير من الأحيان أصلا عن طلبة افتعلوا مشاجرات كثيرة قبل أن تقوم إدارة الجامعة باتخاذ إجراءات عقابية بحقهم. واقرأوا إن شئتم المقالة التي كتبها الكاتب علي عبيدات عن تجربته في الجامعة وكيف أنه لم يفصل إلا بعد أن قاد 8 مشاجرات تقريبا، وكانت هذه نقطة فارقة في وعيه وفي حياته. أترك لكم رابط المقالة في التعليقات. بينما على المقلب الآخر تسمع بين الفينة والأخرى عن فصل طلبة جامعيين وتوجيه إنذارات نهائية لهم، لا لأنهم تسببوا بمشاجرات بل لأنهم أقاموا أنشطة عبروا فيها عن تضامنهم مع بعض القضايا التي تدور حولنا. فبينما يفتح المجال لمرتكبي المشاجرات ويصفح عنهم، يتم التشدد بحق منظمي الأنشطة. فلماذا؟ إذا رجعنا إلى كتاب ويليام نجيب نصار المسمى أزمة الديمقراطية في الأنظمة النيو باتريمونيالية، الأردن نموذجا، وهو من أهم الكتب لفهم بنية النظام السياسي في الأردن، سنجد أن منظومة السياسة تقوم على 5 مبادئ. الأول والأهم هو الباتريمونيالية، والتي تعني في الأكاديمية السياسية علاقة الزبائنية التي تنبني على ثنائية الوكيل والزبون، أو باللغة الإنجليزية باتريون كلاينت. يعني أن منظومة الحكم تتعامل مع المجتمع من خلال شبكة من الوكلاء الذين تقوم بتعيينهم في مواقع مختلفة: نواب في البرلمان، في مجالس الأعيان، ضباط في الجيش وأجهزة الأمن، سفراء، شيوخ عشائر إلى آخره، وتقوم من خلالهم بتنظيم عملية توزيع الثروة على المجتمع بناء على وجود مقابل. هذا المقابل هو تقديم الولاء السياسي المطلق لمنظومة الحكم. يقوم هؤلاء الوكلاء بتوزيع الثروة على قواعدهم الاجتماعية التي تأتي على شكل تعيينات في وظائف مختلفة، معونات اجتماعية، نقل مكان الوظيفة، تنفيعات، واسطات، مقابل أن يقوم هؤلاء الوكلاء بضمان ولاء قواعدهم الاجتماعية لمنظومة الحكم. وبالتالي تتحول العشيرة هنا إلى طريقة سهلة ومضمونة لحكم المجتمع، وفي الطرف الآخر تتحول بالنسبة للأفراد وللقواعد الاجتماعية للحصول على جزء من الثروة. يعني لو كان لك قرابة من عشيرتك في موقع مهم بضبطك، تصبح العشيرة والهوية الفرعية هنا هي مصدر الأمان الاجتماعي والاستثمار الذي يستثمر فيه الفرد.
هون بنرجع على الانتخابات الجامعية. من هذه المرحلة بالذات يبدأ التركيز على صناعة وعي عند الطلبة بأن الانتماء للعشيرة بدل الانتماء للوطن الكبير هو الأولوية، وأن تصويت لمرشح العشيرة والعمل على إنجاحه واجب، ويعطي بطاقة دخول للانتفاع من الشبكة الزبائنية التي تحدثنا عنها في الأعلى. فتبدأ الاجتماعات وتستثار أوتار الحمية وتلتهب المشاعر في مشهد يشكل دائرة مغلقة من المشاعر التي تعززها السلوكات على الأرض، في مسار يعزز ويركز على الانتماء إلى دائرة العشيرة، بينما تهمل دوائر الانتماء الأوسع مثل الوطن والأمتين العربية والإسلامية. ويتحول الانتماء للعشيرة من رابطة تكافلية وتراحمية بين أبناء العشيرة الواحدة إلى أداة توظفها بعض الجهات لمواجهة الكتل الطلابية التي تعمل على برامج تنفع الصالح العام كله. هذه الصورة يراد لها أن تنطبع في ذهنك وأن تصوغ وعيك، وأن تقنعك أن مجتمعنا الأردني مجتمع مفكك ولا يمكن أن يشكل هوية واحدة تجمع جميع أبنائه وتنهض به، وأن هذه الهويات المتعددة والضيقة لو ترك لها المجال وغاب القانون أو غابت السلطة التي تضبط الإيقاع لافترست بعضها بعضا، وأن مجتمعنا مجتمع بدائي يتمسك بالبنى الاجتماعية التي عرفها الإنسان قبل أن يعرف الدولة، ولا يمكن أن يتخلى عن هذه البنى، وأن إصلاح هذا المجتمع صعب بل مستحيل. وتريد أن تغرس في لا وعيك أننا لا نستحق أن نعيش بحرية حقيقية، وبأننا شعب بدائي ولا نستحق الديمقراطية، ولا نستحق أن ننتخب من يصنع القرارات التي تمس مستقبلنا وحاضرنا وأمننا واقتصادنا. هل تريدون دليلا فجا وواضحا على ما أقول؟ انظر إلى هذه الصورة. في هذه الصورة يظهر أحد الطلبة المترشحين حاملا سلاحا على جانبه، ويعلن في الصورة ذاتها أنه يترشح للانتخابات. هذه الصورة التي التقطت في داخل حرم الجامعة، والتي هي مؤسسة دورها الأساسي أن تنهض بالوطن، ورغم أن حمل السلاح ممنوع في الشارع العام فكيف به في داخل حرم الجامعة؟ هذه الصورة تحمل حمولة رمزية، وهي أن الانتخابات بالنسبة له هي معركة تختبر فيها الفحولة والقوة والقدرة على الحشد العشائري في مقابل الآخر، والذي قد يكون عشائريا هو الآخر أو غير عشائري، في صورة تصل إلى الاستعراض بالسلاح في مواجهة مكونات مجتمعية تنتمي للوطن ذاته، أي أنهم في الحقيقة ليسوا أعداء، ولكن هذه المكونات تحولت في مخيلة هذا الشاب وغيره نتيجة الشعور العصبوي إلى جهات معادية. طبعا هذا الطالب لا يتم فصله ولا استدعاءه، ولكن تخيلوا لو قام أحد الشباب برفع صورة أحد الأبطال الذين حملوا السلاح في وجه عدو الأمة الغاصب ولقنوه الدرس بعد الدرس بإمكانية بسيطة. لو رفعوا صورة، مجرد صورة، لو أن طالبا رفع صورة كان سيفصل. بتفكروني بهول؟ ارجعوا إلى قضية الطالب محمد أبو رمان الذي هتف في الجامعة للشيخ الجليل الناصع البياض قائد الحركة الخضراء الذي واجه الاحتلال وهو مقعد على كرسي. نتيجة الهتاف كانت المعاقبة بالفصل ببساطة. طبعا على المستوى الإعلامي يقال دائما ويتكرر نحن ندعم الأحزاب ونريد لها أن تدخل الجامعات، ولكن على أرض الواقع يتم منع الكثير من الأنشطة التي تقيمها الكتل، وهذا لمسه شخصيا في تجربتي الجامعية، وكل من عمل في الجامعة يعرف هذا. يتم استدعاء أعضاء الكتل والتحقيق معهم بين الفينة والأخرى سواء داخل الجامعة أو خارجها، ويتم الضغط عليهم إما لترك الكتل وترك النشاط الجامعي أو للعمل مع الكتل التي تعزز الهويات الفرعية، وكل هذا تحت سيف التهديد بوضع نقاط في ملف الطالب تؤثر على مستقبله العملي وتمنع توظيفه. قد يصل الأمر أحيانا إلى الاعتقال والتوقيف كما رأينا مع محمد رمزي الخطيب الذي اعتقل لمدة 40 يوما في وقت الانتخابات عندما كان مرشحا ونجح رغم أنه كان في المعتقل، هذا في انتخابات العام الماضي. ونتيجة لهذا التعقيد يا عزيزي ينتج المشهد الذي تراه، ومن التسخيف وقمة الاختزال والاجتزاء أن يقول أحدهم أن الكتل العشائرية نجحت لأنها لم تجد من ينافسها. وأعود هنا لأؤكد أننا نفخر بعشائرنا التي نحبها وننتمي إليها، ولكن هذا لا يعني أنني سأعمل لإنجاح مرشح العشيرة إذا وجد من هو أكفأ منه ومن هو أقدر على خدمة المصلحة العامة والدفاع عن حقوق الطلبة. ففي هذه اللحظة أكون قد جنيت لعشيرتي ربحا ومكسبا على الأمد القريب، ولكنني أضررت ببلادي ووطني على الأمد البعيد. فالفساد لا ينتج عن السرقة والاختلاس فقط، بل من تولي عدم الأكفاء لمواقع المسؤولية وعن اتخاذهم قرارات في غير الصالح العام نتيجة جهلهم ونقص كفاءتهم في بعض الأحيان، أو تنفيذا لطلب الجهات التي ضمنت وصولهم حتى يصلوا مرة أخرى. إذا وصلت إلى هنا فأنا أريد أن أشكرك، وأنا أعلم أنني ملأت الفيديو بالمعلومات والأفكار التي قد تظهر لوهلة غير مترابطة، وقد يكون فهم ما أريد قوله غير واضح تماما. أعتذر عن هذا، فأنا أعجز أحيانا عن تلخيص الأفكار وتبسيطها،
وأتمنى ممن وجده صعبا أن يعيد مشاهدته مجددا، فقد يجعل هذا فهم الفيديو أيسر. وأتمنى منك أن تنشر هذا المقطع وترسله لكل طلبة الجامعة الذين تعرفهم حتى يتضح لهم المشهد بأكمله. كما أوجه الشكر والتحية لكل الكتل الطلابية الواعية، كتلة أهل الكرامة وأهل الهمة والتجديد والعودة، على موقفهم الراقي والحضاري في مقاطعة مسرحية الانتخابات التي ستحصل، وبعض الكتل العشائرية مثل أبناء عشيرة بني صخر الذين نعتز بهم، وغيرهم من العشائر التي قاطعت هذه الانتخابات. وأشكر كل العاملين في كل الجامعات على نشر الوعي بين الطلبة والعمل من أجل مستقبل أفضل ووطن أفضل. شكرا لكم من القلب، والسلام عليكم.